السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كوكتيل أخبار اليوم، عناوينها وتفاصيلها رياضية 100%. إدارة الوداد تفاوض هذه الأسماء لتدريب الفريق الأحمر. مدرب تونسي يرشح الرجاء البيضاوي للتتويج بلقب عصبة الأبطال، بينما يستثني فريق الوداد. بعد رونالدو، بنزيما يتلقى عرضا مغريا من السعودية. المنتخب المغربي مرشح للتتويج بجائزة عالمية. بعد توالي سلسلة من النتائج السلبية، يتجه فريق الوداد إلى الانفصال عن مدربه التونسي المهدي النفطي، وذلك بالتراضي. ووفق تقارير، باشر رئيس الوداد اتصالاته مع مجموعة من الأسماء لتدريب الوداد، ومن بين هذه الأسماء مدرب الرجاء والزمالك الأسبق باتريس كاتيرون، ثم مدرب الجيش الملكي السابق سافين كاندينبورغ، ثم مدرب مصر والنادي الأهلي السابق حسام البدري. صرح المدرب التونسي للسعد جرد أن فريق الرجاء قادر على التتويج بلقب عصبة الأبطال، خاصة بعد الاستقرار الذي أصبح يعرفه الفريق الأخضر. كما رشح لسعد كل من فريق الترجي التونسي والأهلي المصري إلى جانب الرجاء، واستبعد لسعد نادي الوداد البيضاوي من التتويج. ينتهي عقد اللاعب الدولي الفرنسي بنزيما مع ناديه الإسباني ريال مدريد الموسم الحالي، مما يعني إمكانية توقيعه هذا الأخير مع نادي آخر. ووفقا لشبكة إسبانية، فإن بنزيما تلقى عرضا مغريا من السعودية لمدة موسمين، حيث سيحصل على راتب سنوي يبلغ 60 مليون يورو خالية من الضرائب، دون تحديد اسم النادي الذي سينتقل إليه. كشفت مؤسسة لوريس الخيرية في بيان نشرته على حسابها الرسمي على تويتر أن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل رياضي أو أفضل فريق للعام 2022 يتواجد بها أسود الأطلس بعد إنجازهم التاريخي الغير مسبوق الذي حققوه في مونديال قطر. ويشار إلى أن عددا من الهيئات والشركات مثل مرسيدس وفودافون والعديد من الهيئات الأخرى هي من أنشأت هذه الجائزة العالمية، وذلك عام 1999. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا دعمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.